11 طفل راكبين تروسيكل في أسيوط عشان يروحوا المدرسة يقعوا في مصرف زراعي وكلهم يتصابوا، وكمان في ناس منهم ماتت. تعال أقول لك إيه اللي حصل في واقعة غريبة جدا من نوعها. 11 طفل صغيرين بيتراوح أعمارهم ما بين 4 سنين لحد 11 سنة راكبين تروسيكل في أسيوط عشان رايحين المدرسة بتاعتهم. يختل توازن العجل بتاع التروسيكل ويقعوا كلهم في مصرف زراعي، و10 من الأطفال دول يتصابوا ما بين حالات فقدان وعي وما بين اختناق، وطفلة وحيدة عندها 5 سنين هي اللي توفت. طبعا ربنا يرحمها يا رب ويصبر أهلها ويجعل مثواها الجنة. طبعا عيلة صغيرة خالص، ربنا يكون في عون أهلها. أما باقي الأطفال ال10 زي ما بقول لكم كده اتصابوا كلهم يا بحالات اختناق يا بفقدان الوعي. كل اللي اتصابوا دلوقتي في مستشفى أسيوط العام يعني علشان يتلقوا العلاج. ربنا يا رب يشفي الأطفال كلهم ويرحم الطفلة اللي ماتت. ولكن سواق التروسيكل تقدروا تقولوا لي في كومنتات ايه انسب عقاب ليه، وهل فعلا التروسيكل فقد توازنه غصب عنه ولا لأ؟